ما عندكش فيهم. هذا شو باش نثبت السياسه هذا؟ بالله مش توا ثبتوا. بعثني ثبتوا. Bien alors, ancien passeport diplomatique, famille souvenir. حتى خلينا نوريها برك خليها سمحت. C'est pas important. لا سي بلغاريا هذوما دي. هذا بلغار زاده؟ هذوما الوحيد نتاع سيرتيفيكات جارونتي. بعد يديك شويه خلينا نمشي لهم. مش ياسر برك شنو كان. خرجنا شويه فلوس. اي شوف هذا 500 يورو هذا حل هذا سي الشاشيت. هي بدون شك ثم خزائن تغطي خزائن حديدية دي كفر فار كبيرة الحجم، البعض منها مليان تماما بالفلوس والبعض ينقص بعض الشيء، ولكن أموال طائلة. في النهاية يعني بعد ما تحفظ هذا في البنك المركزي والمجوهرات ستحفظ كذلك في البنك المركزي، يعني بالطبيعة باش يكون هذا ما كان للشعب يعود إلى الشعب. نحن نقوم بالعمل حسب إجراءات قانونية بحضور عدول إشهاد وبحضور أعضاء اللجنة، ونودع لدى البنك المركزي كل هذه الثروة. وفيما بعد السلطة المعنية بعد أن تنتهي اللجنة من عملها في هذا القصر بدون شك هي مؤهلة قبل غيرها لإعطاء هذه الثروة الأبعاد التي تقتضيها. هل هناك قصور أخرى سيتم يعني العمل فيها في إطار اللجنة؟ الله يكون في عوننا، ثم قصور ثم ممتلكات عديدة، ونسأل الله القوة والصبر والمثابرة. المصوغ والمجوهرات على كل لون وشكل، وساعات ثمينة وثمينة لا تقدر بثمن. من أين جاءت؟ كيف جاءت؟ التحقيق سيثبت الحقيقة. هذه ظاهريا مكتبة تعتقد أن الرئيس المخلوع وعائلته يطالعون نفائس الكتب، والحقيقة أن المكتبة هي للتمويه، فما وراءها مال ومجوهرات مخفية بل مسروقة. خلي يصور مراد حاول بس شوي. نعطيك الشفاء. خيري كامل. هاي برا حلا. خليها. ليه؟ شو 100 بشرط. هذه الأموال الملفوفة هي من البنك المركزي مباشرة، وهناك أموال من بنوك أخرى، وهناك ظروف وضعت بداخلها مبالغ دينار إلى 10 ملايين. الأكيد أن الرئيس المخلوع كان يهبها إلى من يريد، وهي مخصصة للمكافآت على ما يبدو. مكتوب على الماس اجون ترك. العملة المصرية. ايش قولك خليه نحلوه ساعة العملة المصرية مزيان. هذوما ساتر يا ساتر. هذه فرنك سويس. خبراء من البنك المركزي التونسي وموظفون جاءوا لعد الأموال على أن يكشف المبلغ لاحقا، والأكيد أنه خيالي وأكثر من الخيالي. كل هذه الأموال والمجوهرات تحفظ حاليا في مخازن البنك المركزي في انتظار معرفة مصيرها. الأكيد أنها ستعود إلى الشعب لتوظف في أعمال التنمية. أعرف فقط ماذا كان يفعل الرئيس المخلوع وعائلته بالبلاد والعباد.
به ايش بدك؟